السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ ونقول بسم الله. طبعا اول حاجة كده، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة. وإن شاء الله ربنا يعيد علينا رمضان أعوام عديدة وإحنا في خير وفي سعادة دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين وبخير دايما. تاني حاجة، تعالوا بقى نخش على ايه ترتيبات العيد. عايزة اقول لكم ان انا الفيديو ده مصوره لكم على كذا يوم. انا ما حبيتش يعني ان انا اعمل كل شوية فيديو ترتيبات وبتاع، فانا عملت كل الحاجات في فيديو واحد واختصرت لكم ايه الحاجات اللي انا عملتها. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده، دي الحاجات اللي كانت في النيش كلها. مش عارفه انا كنت قايله لكم في الفيديو قبل كده ولا لا، ان انا عايزه انقل النيش بره وادخل الدولاب اللي بره مكان النيش. كان في كذا حد كان بيقول لي على الحكايه دي. يا مي دخلي ايه الدولاب بتاع الاطفال جوه وطلعي النيش بره في الصاله. فانا بقى حبيت ان انا اعمل كده دلوقتي، فاستغليت بقى ان احنا في عيد وكده، فقلت بالمره بقى مع تنظيفه العيد ادخله واطلع ايه النيش بره، لان كده كده ان شاء الله في المستقبل فيما بعد يعني ان اوضه الركن دي تبقى هي اوضه الاطفال يعني. عشان انتوا عارفين ان انا ما عنديش اوضه اطفال وكده، هو دولاب بس. فانا دلوقتي بقى طلعت النيش بره كده زي ما انتم شايفين، ودخلت الدولاب جوه. عايزه اقول لكم اصلا ان الحاجات دي اخدت وقت كتير جدا، بس انا بقى مختصره لكم كده في الفيديو بوريكم انا عملت ايه يعني. طبعا ده النيش بعد ما طلع. عايزه اقول لكم اساسا ان هو حيرنا وتعبنا، وشلنا بقى السقف بتاعه وشلنا الحاجات الابواب بتاعته دي عشان يطلع اصلا من الاوضه. وبرده دولاب الاطفال نفس الموضوع. المهم هنا بقى بعد ما طلعته اهو بوريهولكوا، ده شكله كده. بصوا بقى، أنا طبعا احنا ركبنا بقى الحاجات، كل الحاجات دي كنا شايلينها، الارفف بتاعته والابواب والحاجات دي. عايزه اقول لكم ان هو يدوب بالظبط بالظبط جه من الحيطه للحيطه. يعني السقف بتاعه من فوق طبعا اعرض من النيش نفسه، فيدوب بالظبط كده ان هو جه ايه من الحيطه للحيطه. فقلت الحمد لله يعني ان هو جه ودخل كده الحمد لله. وده الشكل بتاعه اهو. طبعا حطيت الارفف بقى وظبطتها وضبطت كل حاجة. دلوقتي بقى أنا هابدأ إن أنا أرتب الحاجات اللي في النيش بقى فيه. بس أول حاجة طبعا همسحه وانضفه من جوه وافرش المفارش. عايزة اقول لكم برضو إن المفارش بتاعته أنا خدتها وغسلتها وكده ونشرتها عشان تبقى نضيفة يعني لما اجي افرشها، عشان طبعا كل حاجة ايه تبقى متظبطة. طبعا بصوا بقى شايفين شكل المطبخ عامل ازاي، كركبة بقى والحاجات اللي كانت بره كلها موجودة هنا. ودي طبعا أوضة الركن اهي. بس كل ده دلوقتي هتشوفوه هيتنظم وهيترتب وهيبقى حلو خالص ومتظبط. ادي المفارش اهي زي ما قلت لكم، انا كنت غسلتها وسبتها بقى نشفت وخلاص بقت نضيفة خالص اهي. انا دلوقتي بقى لما اجي افرش هفرش على طول واحطها وتبقى نضيفة. فانا اول حاجة بس كده عايزة أرتّب يعني الأول النيش برّه زي ما قُلت لكم وامسحه. بُصّوا دي كمية الحاجات اللي عندي أهي. هي يعني إيه الكاسات حاطاها كده لوحدها والأطقم حاطاها لوحدها، وكل رف أنا عارفة إيه أنا منزّلة منه إيه، علشان لمّا آجي أحط يعني أبقى عارفة يعني أنا كنت راصة إزاي. بس عايزة أقول لكم إن أنا لمّا رصيته طلع أحلى من الأول والله، يعني أحلى من اللي كان هو مرصوص أيام الفرح بتاعي. هاوريكم برضه دلوقتي كده. بس أول حاجة دلوقتي بقى هاجيب كده الملمع بتاع الخشب، وهاجيب كمان الجلاسس بتاع الإزاز أهو، عشان نمسح بقى الإزاز بتاع النيش كده كله من جوه ومن بره، ونستغل الفرصة ونمسح كده بقى النيش بقى ونظبطه ونفرش المفارش ونظبط كل حاجة. عايزة أقول لكم شايفين الإزاز اللي هو هنا ده، اللي هي الكرتونة اللي أنا حطاها جوه دي، ده كان مكسور أهو. فأنا بقى عشان إيه ما اسيبهوش يعني مفتوح كده وتراب يدخل أو أي حاجة، فحطيت كده كرتونة ولزقتها مؤقتًا يعني، هو كده كده جنب الحيطة فمش باين يعني. بس فأنا دلوقتي بقى زي ما أنتم شايفين كده هاضبط الدنيا أهو. وهارتّب بقى النيش كده واضبّطه. بس عايزة أقول لكم إن التلاجة موجودة هنا، بس يعني إيه أنا دلوقتي هانزعها كده لبرّه شوية، بس أنا بس حاطاها كده ما حبيتش إن أنا أحرّكها غير لمّا أخلّص واضبّط النيش خالص الأول، علشان إيه ما اقعدش أكركب الدنيا يعني. فهاضبّط كده برضه واورّيكم بعد ما اخلّص. بصوا بقى يا جماعة، هنا بقى كنت خلّصت وفرشت النيش. عايزة أقول لكم أخد معايا يوم، من الساعة 13:00 لغاية الساعة 17:30 قبل المغرب. طبعًا كنت هافرش ده عاملاه في رمضان طبعًا. فعايزة أقول لكم أخد وقت كبير خالص، وكمان كمّلت بعد الفطار عشان كنت عايزة بقى أحضّر الفطار وكده. بس الحمد لله إن هو خلاص أهو اترتّب. عايزة أقول لكم بقى ضبّطته خالص تضبيطة مِيّة، مِيّة والله العظيم، وخلّيته زي الفل. طبعًا الحاجات اللي أنتم شايفينها دي مش هيبقى ده شكلها النهائي، ده أنا بس كده كنت رصّاه عشان أنا كنت لسه يعني ما خلّصتش تنفيض وكده. فده أنا كنت كده باورّيكم بقى إن أنا بعد ما خلّصت عملت إيه.
وهنا كده في أوضة الركنة بصوا أنا حطيت كده السلم ده اللي هو الخشب ده هنا كده، وحطيت كمان اللي هو البار اللي كان بره اللي هو جنب الدولاب ده اللي انا كنت بحط عليه الميكروويف واحط عليه الحاجات، حطيته هنا كده عشان يوسع المكان بره. فلقيته ان هو جاي هنا مقاسه مظبوط فسبته حطيته كده زي ما انتم شايفين. طبعا في الارض كده فرشت الحافظه عشان طبعا نقعد عليها عشان الجو ساقع وكده، عشان ما اسيبش يعني الارض ايه تكون فاضيه كده عشان جوري كمان. وكنت حاطة كمان فوطة كده قدام باب البلكونة. طبعا بصوا الركنة بقى بعد ما ظبطتها شفتوا الفرق كبير خالص ازاي لما كانت بقى بايظة. طبعا انا شلت السجاد، عايزه اقولكم ان انا شلت السجاد كله وغسلته، ودلوقتي انا نشراه بره في البلكونة. يعني انا كنت عاملة كذا حاجة في نفس الوقت، عشان كده كنت بقولكم ان انا ايه اختصرت لكم حاجات كتيرة عشان يعني الفيديو ما يبقاش طويل قوي وتزهقوا كده. فانا دلوقتي بقى بوريكم الشقة بعد في الوقت ده انا كنت عاملاها ازاي. طبعا زي ما قلت لكم انا شلت السجاد بقى اللي بره وشلت السجاد اللي في اوضه النوم وهنا، وغسلته كله ونشرته بره على البلكونه، وده الشكل النهائي كده بتاع الصاله بره. ان هي يعني هتكون كده، بس طبعا الكركبه دي كلها هتتظبط وهتتروق وهتشوفوها في الاخر. هنا بقى الدنيا هي بقت تمام بره، والنيش عايزه اقول لكم ان انا ظبطته وروقته ورصيته رصة حلوة خالص كده، وده بقى الشكل بقى بتاعه. فانتوا برضو قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، هل كده النظام احلى ولا الاول ان انا اطلع النيش بره كده واسيبه بره هنا علشان يعني مثلا ايه كمان يبقى قريب ليا من المطبخ. انا مثلا لو حد جالي ضيوف او حاجه فبيبقوا قاعدين جوه في اوضه الركنه فما اخشش ان انا اخد حاجه وهم قاعدين وكده. فانتوا برضو اكتبوا لي رايكم في التعليقات، كده احسن ولا الاول احسن. فكده بقى انا رتبتها وخلصتها. هنا بقى دخلت على اوضه النوم، كنا في يوم تاني بقى دخلت على اوضه النوم كده عشان اروقها بقى واظبطها وافرشها. طبعا زي ما قلت لكم ان انا شلت السجاده وغسلتها، بس طبعا السجاده اللي هي تحت السرير دي ما شلتهاش لان انا ما عرفتش ان انا اشيلها وارفع السرير. عايزه اقول لكم بقى ان الحاجات اللي فوق دي انا كنت مسحاها، بس انا بقى دلوقتي عايزه ارتب كل حاجه وامسح بقى السرير والدولاب والسراحة. طبعا شلت المفارش اللي كانت موجودة هنا، كله اتغسل وكده. عايزة برضو من جوه هنا كل الحاجات دي تتنضف وتتمسح. فواحدة واحدة كده هبدأ ان انا اعمل كل الحاجات دي زي ما قلت لكم، علشان ايه افرش بقى وارتب كده اوضه النوم عشان نلحق نخلص. لان اساسا عايزه اقول لكم ان الوقت كان خلاص يعني ما فيش وقت، حتى انتوا الفيديو نزل لكم اهو متاخر، لان ما كانش في وقت بصراحه خالص ان انا ايه اعمل اي حاجه، وكنت عايزه انجز كده كل الحاجات مع بعض بسرعه. فالمهم يعني هنا بقى زي ما انتم شايفين كده هظبط بقى الاوضه كلها واروقها واسيقها بقى واعمل كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، علشان نفرش بقى مرة واحدة كده. واحط كمان الستاير زي ما انتوا عارفين ان انا كنت غاسلة الستاير من قبل كده، فالحمد لله يعني دي حاجة برضو ايه انجزت معايا ان انت تكوني محضرة الحاجة. وطبعا برضو كان عندي مفارش كنت غاسلاها ان انا هظبطها. ده طبعا البليدج اللي همسح بيه الخشب كله. بس فهنا بقى اوضة الركن اهي. بصوا بقى هنا بقى كنت خلاص بقى اليوم اللي انا هفرش فيه وهظبط الدنيا. ده طبعا السجاد خلاص اهو بعد ما نشف انا طبعا كنت لماه وحطاه هنا كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعمل اوضة الركنة يعني اول حاجة وبعد كده افرشها. هبدأ بقى ان انا امسح كل الحاجات اللي انتوا شايفينها اللي كانت جوري عاملاها دي، اللي كنت كل شوية اقول لكم عليها. عايزه اقول لكم ان انا كمان كنت غاسله غسيل، بس الجو بقى شتا خالص وكده، فانا لميته فلقيت الشمس طلعت بعدها بشويه فرحت حاطه الكرسي وحاطه الهدوم اللي ما كانتش نشفت ايه في الشمس يعني وكده. فهنا بقى هبدأ ان انا اظبط الركنة وامسحها زي ما قلت لكم. وهنا طبعا الشباك عايزه اقول لكم ان انا بقالي كتير ما كنتش فتحته. شايفين بقى التراب عامل ازاي، اليومين اللي كانوا فاتوا دول كان فيهم تراب كتير جدا. فبصوا بقى التراب عامل ازاي، كل ده هيتنضف بقى وهيتظبط دلوقتي. هنظبط كل حاجة مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا اخدت اكتر من ساعه ونص وانا بمسح الركنه دي بس من الحاجات اللي كانت فيها. جبت شويه كلور الوان وجبت فوطه حطيت شويه ميه يعني على الكلور وكده، وفضلت بقى ادعك في كل الحاجات اللي كانت مش نضيفه اللي جوري كانت مبوظاها والبقع والحاجات دي كلها، لغايه ما خليتها زي الفل بصراحه. عشان طبعا قلت دي تنظيفه العيد بقى فلازم نعملها ايه حاجه كده فاخر من الاخر. فهظبط برضو الاوضه كلها وارتبها. بصوا بقى يا جماعة هنا حبيت بقى ان انا اوريكم ايه الشكل النهائي خالص بعد ما خلصت. ادي اوضة الركن اهي، علقت طبعا الستاير اهي وظبطتها وفرشت بقى كده كل حاجة. عايزة اقول لكم ان انا بعد ما خلصت كمية راحة نفسية رهيبة. بصوا بقى ادي الأوضة اهي، فرشت كده الكوسترات بتاعتي وحطيت كده المفرش بقى. بصوا انا كنت جايبة اللي هي الفرو دي ففرشتهم كده. قلت بقى احطهم هنا كده ايه في الركنة اللي تحت الشاشة يعني عشان محدش بيقعد فيها كتير عشان ما يتوسخوش يعني على طول وكده.
وهنا بقى فرشت كده الحافظات بتاعتي البيضات اللي هي بتتحط على الركن الرصاصي دي مديها شكل حلو كده، وحطيت كده الخداديات بتاعتي اهي وظبطتها وادي المفرش ان شاء الله. هنا بقى نبقى نجيب ايه شويه كده بونبوني وحاجات ونحطها هنا. هنا بقى ضبطت كل حاجة اهي، وحطيت كده زي ما قلت لكم مفرش على السلم ده عشان مش هينفع يعني ان انا اطلعه بره ما لقيتلهوش مكان. وهنا طبعا فرشت بقى مفرش وحطيت الفازة دي كده وحطيت فيها ورد. وادي السجادة بتاعتي اهي بقت بتلمع خالص بعد الغسيل بقى، طبعا غسلينها غسلة جامدة. طبعا انا ما بوديش يعني السجاد بتاعي مغسلة ولا حاجة لان هم اصلا سجادتين فمش مستاهلين بقى ان انا اوديهم واجيبهم ومرمطة وكده، فاحنا بنغسلهم هنا على طول. فده كده كان شكل الأوضة بتاعتي أهي بعد ما خلصت. قولوا لي برضو رأيكم إيه؟ ده كده بصوا الشكل كده، يعني حبيت ان انا اجيبه لكم من بره عشان تشوفوا الشكل كده من بره عامل ازاي، يعني من ما يكونش قريب. فده الشكل بتاعها اهو بقى. انا كده كنت واقفه لكم عند الباب، فده الشكل بتاعي اهو. طبعا انا غيرت الركنه، غيرت الركنتين اللي هي تحت الشباك واللي في الجنب اللي هو ده مكان بعض عشان اوسع مكان ان انا احط الترابيزه هنا، عشان ما كانش ليها مكان يعني. فانا وسعت كده وحطيت الترابيزه في الجنب في النص كده يعني زي ما انتم شايفين. بس فهنا بقى خلصت الاوضه اهي زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم والله العظيم انا كنت مرتاحه نفسيا راحه فظيعه فظيعه. وبعد ما خلصت الاوضه عايزه اقول لكم بقى الحاجات اللي فوق الدولاب دي كلها لعب جوري، يعني الكرتونه اللي فوق الدولاب دي كلها لعب جوري بس حطها في الكرتونه وكده. عايزه اقول لكم اصلا ان انا كنت عايزه اجيب لها باسكت اللي هو بتاع الالعاب ده، بس ما كانش في وقت خالص ان انا اطلع بصراحه قبل العيد ان انا اشتري اي حاجه. وكمان كانت المحلات عندنا زحمه وكده فكانت الدنيا يعني بايظه، مش هينفع ان انا اطلع اشتري اي حاجه. فقلت مش مشكله بقى نعدي العيد وبعد العيد ان شاء الله نبقى اجيبه يعني وكده. هنا بقى في الصالة بصوا كنت بوريكم كده كنت لسه بفرش يعني. انا كنت بخلص اوضة اوضة وبقفلها، يعني انا خلصت اوضة النوم وقفلتها وخلصت ركنة وقفلتها. هنا بقى كنت بوريكم كده الصالة فرشت السجادة اهي وظبطتها. بصوا السجادة برضو هنا بقت نضيفة خالص 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 وبقت بتلمع. وهنا طبعا النيش اهو زي ما بوريكم، وطبعا التلاجة هي شلت كل الحاجات اللي كانت موجودة عليها اللي انا مش محتاجاها اصلا عشان ايه بتلم تراب وخلاص. فهنا خلصت بقى كده الدنيا وظبطتها اهي. طبعا دلوقتي هوريكم المطبخ برضو وهو متظبط، يعني ما تخافوش ده انا ظبطت كل حاجة وروقت الشقة كلها. هنا خلاص بقى كنت خلصت. بص بقى كنت بوريكم كده الشكل النهائي بقى بتاع الأوضة. طبعا هنا التربو اللي موجود جنب التلاجة ده انا هدخله يعني بس كنت ناسيه فسايباه كده. المهم انا هنا بقى خلصت. بصوا عايزه اقول لكم ان الصاله عندي بقت واسعه. حطيت بس كومودينو كده عشان احط عليه الميكروويف وحطيت كده كرسي جنبه. وبقت الأوضة واسعة وتمام ومية مية وكل حاجة فيها متظبطة. وهنا المطبخ اهو بقى عسل خالص اهو، وفرشت بقى كده المفارش دي وظبطتها والدنيا عندي بقت تمام. وعايزه اقول لكم ان انا غسلت الشبابيك والبوتاجازات وكل حاجه ظبطتها. فالحمد لله ان ربنا قدرنا ان احنا نعمل كده، ورب يجعله عيد سعيد علينا كلنا جميعا يا رب. ويجعل ايامكم كلها خير وسعاده. وان شاء الله بقى استنوا فيديو لما اعمل لكم جوله بعد تنظيفات العيد ان شاء الله.